فيلم احمد واحمد مليان نجوم، احمد السقا، احمد فهمي، ضيوف الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، بس اكتر حد هيضحكك حاتم صلاح. وانا كنت قلت في حلقة البرومو جيهان الشماشرجي ما عندهاش حضور وان غادة عبد الرازق هتبقى مفاجأة الفيلم. انا بعتذر، جيهان الشماشرجي تهييس وغادة عبد الرازق تفليس. كان نفسي بس يغيروا اسم الفيلم، لان المحرك الاساسي للاحداث لوحة، ما كانوش يسموه احمد واحمد، كانوا يسموه احمدين واللوحة. فيلم احمد واحمد نزل في السينمات يوم 2/7 فجر 3/7 نزل في المواقع المضروبه، عشان كده انا هعرف اراجعه النهارده. نبدا بالقصه. احمد فهمي مهندس ديكور راجع من السعوديه عشان يتجوز ضحى جيهان الشماشرجي البنت اللي بيحبها، فبيروح لاحمد السقا خاله على اساس يجي معاه، يلاقيه عمل حادثه وهو مدرس كيمياء دخل المستشفى. بنكتشف ان مدرس كيمياء دي وظيفه وهميه وهو ليه ماضي منيل، ومطلوب منهم يلاقوا لوحه ويجيبوها في خلال اسبوع، لو ما لقوهاش هيخلص عليهم هم الثلاثه. يعني نفس القصة اللي شفناها في البرومو، نفس القصة اللي شفناها في فيلم هانج اوفر، فكرة النسيان وتلاقي بلاوي انت ناسي دي حصلت ازاي تواجهها. وده مش هقول انه عيب في الفيلم، لان صناع الفيلم مش من اولوياتهم القصة، بدليل ان هم حرقوا القصة في البرومو. هم اولوياتهم الضحك والاكشن. مش هقول بقى مزايا وعيوب، انا هتكلم عن المفاجآت لانه مليان مفاجآت. المفاجأة الاولانية ان الفيلم بيضحك. بشكل شخصي ما كنتش متوقع ان انا اشوف فيه ضحك، ان احمد السقا دمه ما بيبقاش حلو قوي لما بيضحك، واحمد فهمي بقاله كام سنة الكوميديا بتاعته مش مظبوطه. اجمد عمل ليه كان مسلسل سفاح الجيزه، وده كان درامي مش كوميدي. بس المفاجاه ان بجد انت هتضحك، عاملين جهد حلو وفي مشاهد كتير بتضحك. اعتقد السبب في ده الكتاب احمد عبد الوهاب وكريم سامي، لان هما الاثنين برضو كتبوا اعمال مع بعض كانت مضحكه، زي مسلسل بيت بيتي الجزء الاول والثاني، ومسلسل خالد نور وولده نور خالد، كان في نسبه ضحك. المفاجاه الثانيه ان اعلى مشاهد الضحك كانت محروقه في البرومو. دي مفاجاه محبطه بصراحه. المشهد بتاع حاتم صلاح فعلا يفطس من الضحك، ومليان افيهات، مش بس الافيه او الاثنين اللي طلعوا في البرومو. من وجهه نظري ده كان اعلى مشهد. في برضه المشهد اللي ظهر فيه احمد عبد الوهاب، احمد فهمي راح يتقدم لضحى، مشهد حلو جدا، وبالذات لما تركز في رياكشنات احمد فهمي، تفاعلات الشخصيات مع بعضها. برضه من المشاهد اللي عجبتني جدا بدايه الفيلم، وده مش مشهد، ده ربع ساعه او 10 دقائق كاملين في المستشفى ومطاردات، الضحك محطوط وسط المطاردات والاكشن. ودي بقى مفاجاه جديده في الفيلم. فيلم اكشن كوميدي بحقه حقيقي. السينما المصريه لما بنبقى عايزين نعمل فيلم اكشن كوميدي زي مثلا فيلم تيمور وشفيقة، بنعمل الضحك الاول لوحده، وبعدين في اخر ربع ساعه نرزع لنا 5-6 مشاهد اكشن وتبقى اتعشى. ما بندخلش ده في ده. لكن هنا هم عاملين كده، الضحك في وسط الاكشن. ستايل ده زي مثلا ستايل فيلم هانج اوفر، برضه مشاهد المطاردات كان بعضها كان الاكشن اعلى من الضحك، بس بشكل عام كان قادر يضحكك في وسط المشاهد دي. باقي المشاهد اللي في الفيلم مضحكه، في حاجات مضحكه قوي، في حاجات نص نص، في حاجات تخليك تبتسم، بس هم باذلين جهد في الضحك. واكتر حاجه مضحكه هي رياكشنات احمد فهمي على المواقف والحاجات اللي بيتفاجئ بيها. من وجهه نظري الشخصيه احمد فهمي دمه اخف في الفيلم ده من احمد السقا. ده برضو رايي انا، تقولوا لي رايكم في الكومنتات. المشكله بس ان كل الافيهات تقريبا بلصقتين وانت طالع، وبالعربي وبالانجليزي. عارف يعني ممكن اقول لك مثلا افيه شمال بس يبقى مستخبي، لو ولد وبنت قاعدين الولد هيلقطه والبنت مش هتلقطه، ولو ان والله البنات دلوقتي بقوا يلقطوا اكتر من الولاد. لكن هنا بيقول لك الافيه وبيتاكد ان هو وصل لك ومكشوف جدا. في بقى مستوى عالي من الضحك، بس مع ذلك في كام مشهد نسبه الضحك فيهم تحت القلش بشويه، لدرجه ان انت بتسمع القلشه بتبقى عايز تعمل لما انتوا قادرين تكتبوا كوميديا. ليه في مشاهد قلبتوها وما بذلتوش جهد في انها تطلع مضحكه؟ فيكم اتفرج على الحلقه اللي عملناها الفيلم سيكو سيكو. احيانا صناع العمل يعمل تنوع في الضحك. افيهات لو انت عندك 18 سنه هتضحك، بس تلاقي افيهات تانية انت بتضحكش بس الناس اللي عندها 30 سنه بيضحكوا. هو بينوع. لكن هنا لا، هم مش منوعين، هم عاملين قلش صريح. من اهم المفاجآت اللي في الفيلم احمد السقا فعلا رجع عنده كاريزما وفي حضور، على عكس بقى اخر كام سنه. مسلسل العتاوله تحس مفيش حضور خالص، وقبل مسلسل العتاوله فيلم العنكبوت ومسلسل حرب تحسه كان بيمثل من غير نفس. هنا هو مركز في الدور بتاعه، وبصراحه رياكشناته في مواقف كتير كانت بتضحك. يعني لسه عند موقفي ان احمد فهمي بيضحك اكتر، بس هو باذل جهد وعايز يعمل كوميديا. ومن المزايا اللي انا بحسبها لاحمد السقا ان هو قال ان في الفيلم ده كل مشاهد الاكشن هو اللي عملها بنفسه، يعني ما جابش دوبلير، فانه في سنه ده يعمل كده دي حاجه كويسه. اي نعم، انت لو اتفرجت على احمد السقا زمان في تيتو مافيا ورجعت شفت الاكشن هنا هتحس ان في فرق سن وفرق لياقه. في الاخر بشكل عام هو عمل اكشن كويس. يعني يكفينا اقول لك ان الاكشن بتاع احمد السقا في فيلم احمد واحمد احسن من الاكشن اللي كريم عبد العزيز عمله في فيلم مشروع اكس. اكبر مفاجاه في الفيلم هي الكيمياء بين احمد السقا واحمد فهمي. بشكل شخصي برضو كنت متخيل ان ممكن ما تبقاش في بينهم كيمياء، مجرد ان احنا بنعمل افيه فيلم اسمه احمد واحمد وجايبين احمد السقا واحمد فهمي عشان نسف على الافيه اللي اتقال من 15
15 سنه في فيلم سمير وشهير وبهير لما احمد السقا قال له انت هتطلع بطل معاه. لكن بصراحه هما الاثنين في بينهم كيمياء، واضح ان هما الاثنين مش منافسين على بعض. صعب انك تلاقي اثنين كوميديانات قدام بعض بيفرشوا لبعض كوميديا، وفي مشهد احمد فهمي اعلى وفي مشهد احمد السقا اعلى وبيباصوا لبعض الافيهات. وبجمله بقى الكيمياء جيهان الشماشرجي شخصيا دخلت معاهم في الكيمياء دي لدرجه ليها مشهد او مشهدين انا بشكل شخصي ضحكت، يمكن ما تضحكش كل الناس، هي اجتهدت وحاولت تعمل كوميديا، وفي باقي المشاهد هي عارفه تقف قدامهم وتفرش لهم الافيهات. شوف يا اخي احمد فهمي فضل من 15 سنه ورا احمد السقا نفسه يطلع معاه لحد ما طلع معاه على البوستر. ده يديك امل ان البت اللي انت بقالك 9 سنين بتجري وراها ان شاء الله هتعبرك وتتجوزها، يعني لو سعر الذهب ما زادش. طب هل كل مفاجآت الفيلم حلوه؟ لا اكيد طبعا في مفاجآت مش تحبط تجلط. اول مفاجاه كعاده الافلام الكوميديه المصريه مؤخرا، احنا بنبقى ماشيين كوميديا كويس، بنيجي في اخر تلت ساعه او نص ساعه بنقفل، مش مهم بقى الضحك، نخلص القصه والجمهور يخرج. وهنا بقى تحديدا في الفيلم في كميه كروته في اخر نص ساعه، فجاه في حاجات كتير بتبان مفروض انها تويستات بتتكشف، هي ولا تويستات ولا نيله، انت لو مركز من اول الفيلم مش هتتفاجئ، ومفيش ضحك، وبنقلب بسرعه المشاهد وفجاه تلاقي اخراج احمد نادر جلال. ايه ده، هو الفيلم خلص؟ رغم ان انتوا في اول الفيلم انتوا فارشين حلو، زي مثلا الحته بتاعه المستشفى مدي مساحه فيها كبيره، فليه بقى قلبتوا النص ساعه؟ ولا دي النص ساعه اللي كنتوا بتصوروها واحمد السقا كان عنده خناقات شخصيه مع طليقته مش فايق لكم؟ اكبر مفاجاه تجلطك في الفيلم ده غادة عبد الرازق، ان انا كنت منتظر منها حاجه كويسه، عامله دور زوزو واحده في ماضي احمد السقا، لا هو منه ضيف، يعني هي مش طالعه مشهد ولا منها بطوله، هي طالعه طول الفيلم، هي طالعه تقريبا 4 أو 5 مشاهد، انت المفروض انك نجمه وكبيره يبين انك تعملي 4 5 مشاهد، والدور عادي، هو مش دور وحش، ممكن اي واحده تانية تعمله. لو غادة عبد الرازق جايه في فيلم وطالعه ضيف او طالعه ظهور خاص، بقى يا اما اشوف تمثيل جبار زي ما انت عملتي برضو مع احمد السقا في فيلم عن العشق والهوى، ما كانتش بطله بس مثلت دور حلو، يا اما تيجي بقى تعملي افيه تبقى انت الافيه بتاع الفيلم. لكن طول الفيلم كم مشهد اللي انت طلعتيه انا ما شفتش منك ضحك. الحاجه الوحيده اللي غادة عبد الرازق عملتها تضحك كانت بره الفيلم، النيو لوك اللي جت حضرت بيه العرض الخاص. انا معاكي يا مدام غادة ان انت بقالك كذا سنه بتخيشي في المسلسلات، بس مش للدرجه دي، بقبولك للدور ده انت عديتي مرحله التخييش ودخلتي في مرحله التفنيش، بتخلصي، ولو فضلتي ماشيه بالريت ده اعتقد على 2030 هتطلعي دور كومبارس في مسلسل بطوله سوزي الاردنيه. نفس القصه دي هتلاقيها مع طارق لطفي، طالع مشهد ما حسيتش ان هو ضاف اي حاجه، بالعكس ده متاثر بشخصيته في العتاوله، بس مش هتتضايق قوي لان هو مشهد وخلص، وكمان من برومو كان واضح ان هو مش هيضيف حاجه. في حاجه في الفيلم لا اقدر اقول انها ميزه ولا اقدر اقول انها عيب، العبثيه ولا منطقيه. مبدئيا نهايه الفيلم اصلا مش منطقيه، والسيناريو نفسه في جمل بتتقال مش منطقيه بس معموله يعني عشان نفرش للضحك. احمد السقا طالع حاويته بيخطط، دي انا قادر افهمها عشان في التاريخ بتاعه كان ليه في الشمال، او المفروض انه ليه في الشمال. احمد فهمي المفروض ده مهندس ديكور، ايه اللي يخليه ذكي ويعرف يخطط ويضحك على ناس تقيله؟ ليه بقول دي ما تعتبرش عيب؟ لان الفيلم في الاخر فيلم جماهيري، مش داخل يفرجك على فيلم ذا جاد فاذر، فجايبك يضحكك، فطبيعي تبقى فيه حاجات عبثيه ولا منطقيه. ودلوقتي جينا لمرحله تقييم الفيلم. يا ترى فيلم احمد واحمد ده انا اقيمه بقى اديله كام من 10؟ اعتقد ممكن اديله 6 و6 من 10. ليه 6 و6؟ عشان زي احمد واحمد ذكاء صناع اي فيلم يخليك لما تدخل الفيلم تتفاجئ، وده اللي فيلم احمد واحمد عمل. كنتش متوقع، واعتقد ناس كتير مش متوقعين ان في ضحك، لما تتفرج وتلاقي نسبه ضحك حتى لو قليله انت هتتبسط لانك اتفاجئت. على عكس بقى فيلم زي مشروع اكس، بروباجندا كبيره جدا، انت دخلت اتفرجت لقيت قصه عاديه، رغم انها ممكن تبقى قصه حلوه بس انت خلتني ارفع التوقعات قوي، لما لقيت قصه عاديه قلت الفيلم وحش. غير ان وجود ياسمين صبري ينزل باداء اي فيلم للارض. وعجبني جدا فكره الكابل الرجالي في الضحك، احمد السقا واحمد فهمي، قبلها طه الدسوقي وعصام عمر في فيلم سيكو سيكو. يا ريت التجربه دي تتكرر كتير، بطلين يبقوا الاثنين قدام بعض. ومع احمد فهمي مثلا عمل مع اكرم حسني كذا حاجه، بس كان دور احمد فهمي البطل وتحتيه اكرم حسني، اكرم حسني عمل مع احمد امين برضو دول بطل وبطل تاني. وفي 2 كوميديانات نفسي ياخدوا التجربه دي، احمد حلمي ومحمد سعد، سواء يشتغلوا تاني مع بعض او كل حد فيهم يقف قدام كوميديان. ونخش بقى في ميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر فيلم لاحمد فهمي مع شيكو وهشام ماجد بتحبوه وتحبوا ان احنا نراجعه هنا في القناه؟ السؤال الثاني، بما ان احنا شلفطنا في مدام غادة عبد الرازق، ايه اكتر فيلم او مسلسل ليها، فيلم ايه هي ملهاش افلام، ايه اكتر مسلسل ليها تحبوا ان احنا نراجعه هنا في القناه غير مسلسل شباب امراه لان ده احنا عملناه؟ خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، فعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هتلاقي هنا في القناه فيديوهات تقييميه لافلام او مسلسلات نزلت مؤخرا او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، في سلسله عاملينها للملخصات سواء افلام او مسلسلات عربي او اجنبي. يعني بما ان احنا في اجازه واكيد عندك وقت، لو معاك باقه خش خد لك لفه. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته. ونختم بالكلمه بتاعتنا غورة.